سلام تخطيت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنايو لو ممكن وترو أقد الزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودا تامسانا كسون هدما وخبرنا قدمكم لايف بمقبار كجمهور دمانا محسن مجمريا أقد ستوري اللبزياس كان اسمعيا has told the US broadcaster NBC that he's very angry with Russia's Vladimir Putin for questioning the credibility of Ukraine's president. His comments mark a sharp change of tone from his normal stance towards Moscow. Donald Trump told an NBC reporter the Russian president's comments about Volodymyr Zelensky were not going in the right direction. He threatened to impose secondary tariffs on Okay, انتاي زبال زلو تي ميديا again ابتي spinning نتا شافنا يتا زربا حيزو شنقل الكبل جمير خمزلو نرلنا نسدما دونالد ترامب مع بريزنت ناي دونالد ترامب ببوتين ازيو كم استقطع بكايدا ناي بوتين ازيو كم استقطع زتزاربو دار كانت ميديا بمولو تقطاصير ولا خنبل نخل سلامتاي سدما دارغا نمجمريا غزيو دونالد ترامب زعبا بوتين حما تزارب زلو اكزاكتلي السيوم زدلي زلو صف كما يجير كا منغوزيون كل توغنا زلو زخونه يكون نقع عب باس تغيرو كما يجير كا نداد تبلو كما يجير كا تراسنو حوتو لعلو كم يلن بقى نزا زربا لعلن تحتن كناوص وايم قنيم زلو اتس اوكي حديكنا ناتو سرح سلو زلو تميديا ونسرحو لو بحفشا ابزو زبلو كابتي تعالوتان أوانتان بمعري الوقت بالتخليقات سنحيلنا هنرينا انتاي تسألواك قد فخلنا زحجي أبسان كوف زلو مقراص ناي تقسويون قعزونا سلام زبحال زلو بخلو من قد كنرينا سكنيشتين اسمعيهم انتاي exactly أقاتي Russian oil and said he planned to speak to Vladimir Putin in the coming week. President Trump also threatened Iran with bombings and secondary tariffs if it does not make a deal and continues to develop nuclear weapons. Well, let's discuss these latest developments with Peter Dickinson, editor of Ukraine Alert, the Atlantic Council, joining us now live from Kyiv. Peter, good to talk to you again. So زيادة ربا تي ولان إيران ونديا فرار هيزولو نخلتيهم أنز بالكوا ويون أنز دليون تدايكيركم نخلتيهم secondary level sanctions يللو تي كاله كل تغيرون ديوغن كال أي درجة نايت sanctions بحال كال أي درجة مالت كاب نراشا أقدر كل غيرهم لالو كاب راشا نزغوز هاجر دما أقدر أخذ قبر لما يسوس خونه هاجر كاب راشا نداد تجزيو نداد تجزل هاجر ود أقدر كم زبصحو مقبار مالتي السود secondary level sanctions بحاليو لزين السون كريكم فتنينا مجمر يا جنس كان زاكو دايزيا بديتيل حبريتا رخيبنا لنا بزن اسمع. President Donald Trump is many things. Stubborn, for sure, outspoken, definitely, and defiant, without a doubt. But patient? That's one word you would not associate with Donald Trump. And that's also one thing that you need in diplomacy. You have to be patient. جي انت عايز بحال زلو دونالد ترامب بحرنا دونالد ترامب ناخد قلت يا stubborn مالت هذا حريق زي قدس دنقول له عينت مالتي نسز دليل راينبر كالو زبلو خسمع زي كل أنصار كله زخيد أنصار نورمال سبا زقبلو من قدك مر زغل بزع عبوي تعبيد زلو قال يختم التخليقة تعقس تقن مس دونالد ترامب تتعاحسك على يكونتن تعقس تنبحل أي فلطانيو دونالد ترامب يزدل لي حجك ركب يزدلي لك كم زنا يقول عبهر يقول عيو حجة رئيس اللي تعجز زبحال جنا بدبلوماسية قداسيو دونالد ترامب قد تعجز زبحال يبلون سلزي تعجز سلزي يبلون تناي رشا هدي إلو زخي زلو قعزونا سلام ويقله كحرقون كقطعون جميل. Trump was always in a hurry to end the war in Ukraine. He promised to end the fighting on day one in office. More than 2 months have passed, and all we have is a broken truce. This is clearly frustrating the US president. He unloaded on Russian President Putin yesterday. He said he was very angry and pissed off. Listen in. You could say that I was very angry, pissed off, when Putin started getting into Zelensky's credibility because that's not going in the right location. بعفشا قال لك كابت زبلو أمانة تغطي خمزلو حريقو خمزلو بزعباتي بوتين بتزد اللي مغنياتي كم تزدلي زلو قعزي خي كم زي اللون قبل عليه دماء بزعبا زيلنسكي زيد اللي زربا يزارب سلوزولون نتكونت هادما حقا زي كونت هاد زربا يزارب خمزلو عجي مس دونالد ترامب ترى مس بوتين ترى حريقو خمزلو يمس حج حبر ميدياتات زحبر زلو قنت هازربا انكيراينا هنرياينا بزي. This is sharp criticism from Trump, sharp and rare. He's called Zelensky all sorts of things.
but he's generally been respectful of President Putin. So what triggered this outburst? Perhaps Putin's remarks last week. The Russian president was in Murmansk last week. He said two controversial things. Number one, he questioned Trump's claims on Greenland. And number two, he questioned Zelensky's credibility. Putin proposed an election to replace the Ukrainian regime. Listen to this. It would be possible, under the auspices of the UN, with the United States, even with European countries, and of course with our partners and friends, to discuss the possibility of introducing temporary administration in Ukraine. For what? هجي انتايو ابزي مرمانسك زبحال سمرين تمرغ نيران ابايل قيدو مسقبرو زررب ابو بزح نغرات العل نيرو حدا كابتي الزرابو زخونات بدما مزلنسكي كميغركا ديل كغبار خل زبليو زلنسكي إليجيتيميت يزبلسو عمت سلطانو زحالف مراحي كالاي برجع غير دما سلدي تمرص ليجيتيميت مراحي كونن سلازي بمنقدنا يو ان كالوت كلهم اوروبا يكون امريكا كلهم تساتفوا منقدي مرجع تخايدو غزياو منغست كتاقوم تخليخات غزياو منغست دما نتوعل كفرم يخل يزبل زلو بحفشاني ناي راشا زتقملا ارجيومنت ويسنا مغوت ويون نطبي انتايم زبلو زلنسك تفرمو دحري كلتا ورحين تاليومو زلنسكي يوكرين دي ولا امريكا اتستقبر وعلم زلنسكي انت عين الفاليديتي ويون تعين تقبالنت كل ويخل ويون مغنيات كره بيهم تم دحري دمتو زلنسكي بس تمرص وي قبول مراحل سلازي نبره التونسوس قبر وعل اين قبلوا ان ناي مبال تخلو كل خلي سلازي كما يغيرنا هنتعامل نخل دحر 3 عامات وي 3 عامات ابد السيم سركس وي كاص اقام كن ملس كم زي كنا بزسمع منقديهم زمقلت زلو كتريا خلقا مستناي معربا عالم اكايدا كتريا خلقا قبل زخونه مغوتايو مغنيات بزح غزي كطلمخا نتسم زبلو منقد كقيرو كال مغنياتات كتقوم نبور سلا زخونه باتاتم حلف حليفهم حزب زمرصو جو بايدن زغبر ديل سمولو دونالد ترامب سريز ولو سلازي مزيوم هاغرات كمزيوم عينت هاغرات كمي غيركا ديل غيركا خدقصل تخلون ازي كبيديو ولا حزب زمرصو مراحي زغبر الكنابنت ايران مس اوباما صبغ ديل غيرو ميربرا نيكولار دونالد ترامب اب كلتشنا سرت شوعات مستمرت كانسل غيرو شو جو بايدن مسمص دحان زخونه ديل غيرو حجي دما تمليسهم نعاليهم كالي غبرلو سلازي ولا حتى بمريقات مت منغستون زتا مزمنا ديمقراسي هاغرات غبر كاي وعل زتا امام وعل هيكون ابعد انجليز رينا مس رواندا سدتنيات كمالسيلوم اتي كونسرفاتيف بارت خلو ناي مليونات ديل غيرهم تمليسهم شو دما از حجزلو ليبر مسمص دما نتديل كانسر غيرو ገንዘብና ምለሱና ይንመልስን ካሉ ሕጂ ስለዚ እቲ አካይዳ ናይ በሐቅ ዘገርሚ ከመይ ጌርካ ምዚዮም ንነውሕ ፕላን ክትገብር ትኽእል ካን ከቢድ In order to hold democratic elections, in order to bring to power a viable government that enjoys the people's trust, and then begin negotiations with it on a peace treaty. This seems to have riled up Trump. He too had called for Zelensky to be replaced, but now he's made a U-turn. Trump has made a U-turn. He says Putin will have to strike a deal with Zelensky whether he likes him or not. And that's the تحتو زياد بلدلو زلنسكي نسوين مرجع زي قبل بمبال نقيفون يري دونالد ترامب نقيفون يري بعلو الجن زلنسكي إذا مغنيات بوتين إذا حج زمسا زل مغنيات كوكو حفاك خلاله يفتو يطلع مش زلنسكي وعلك قبر مزياك قبلاك خلاله بمبالي تزاري بزلو أنا خص أرفق خلين زلنسكي ገንዘብ ስለ ዝበዘለዎ ንስኻ ክትፅርፎ ክትተኣኽሞ ግን ኣይፈቀድን እዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብኻለ ዘራ thing with Donald Trump. You really don't know where his loyalties lie. Because in the same breath, he also lashed out at Zelensky. He said he's trying to back out of a minerals deal. I think he wants to make a deal. And I think Zelensky, by the way, he's trying to back out of the rare earth deal. And if he does that, he's got some problems, big problems. He made a deal with rare earth. And now he's saying, well, you know, I want to renegotiate the deal. He wants to be a member of NATO. Well, he was never going to be a member of NATO. He understands that. So. أبا خلد ما نبوتين كم زي الويلو ميزاربون يرب نزا حجنا زا خالي تحجنا سمع صنعنا كن تمين ستريم ميديا عبيت وايو حاب أفتينو نزا كفال زيا مغنياتو دون نبوتين تراي كم زرفة ببوتين تراي كم زحرقة غيرهم يوم تسوون يرب تحققن مزلا نس كده ما كاو بزخفة من قد كم زحرقة كندو خمان مستناي بوتين هاي تزاربان زانا يزلا نس كده أمانة تقطعي كم زلون تايخا قطعي ولو حدش ديل سديد اللولو نتن معدنات بمولن يوكرين نخجزعه مجزاتنا يوكرين از بوك كتب له تخلي نت مينرالس نت ودبات نخلنا يتهاجر زول سقطت
ملء سلطان كلو أمريكا تدليها قد جزء أنت جزيا كله تتقيمات بان كتمقلهم ونا يكون تنكسابتي بليونات ذهبنا عدد نخفل نحن ترينا عن تكمل معدنات نعم استخف لكن يوكرين كتكمل قولي من المعاتي لو معلو سلزي كمل ما زيد اللي هو معدنات تلون نمن نشطوا يوكرين انتهي تقبرون نحن هنا نوسنا يمزول زلوا زي نيو كولونياليزم بزي انك فرق يبيد ازور مجزاتي زي ولا بقطع مجزاتهم كتب لها تخلي غمانية حدا هاجر تصقاتاتي اندحر تصقاتاتو كالا هاجر تقواصرو خينو انتهي مالتي نات كينو مالتي ترجمون يبلون اجي نزلنس كدما كابزيا وعلزيا كهدم لعلن تحت ديبل كم زلو سمعيه لوغن كبير كابزي نجر كهدم دحر خينو he will be in trouble ابصقم كخوني نابل يطنققلو سلازي زياده بتنققتا نزلنس كخمزه هبيو جن ميديا نتانا نزلنسكي كعبت شفنا يدفتن تبين ستريم ميديا بزحات ميديا تتزاربهم نتانا زلنسكي جن تقصوانهم سلازي اتليست تكفال ثم تنققتا نخلتي وغن نيرو بمغتال تكونتاتنا بيجسو خي كم زغل جن اسكافيو ونياتو زلنسكي ابواي تاوس كيدو مس دونالد ترامب كباس كله زحاشه ديلي نيرشو نحمشت 100 بليون زاكل كابت معدنات كوز دو ينير تديل بديهم لهم حجكم بمولو يعملهم نتانا همش 100 ديل كانسل غيرهم بمولو التهاجر زلهاتي امريكا سسعي حقنيا بحري ساكن دي حدغنيا كم زخونينا نرزلنا جن اجين بعلم ذاته وصلوا زخوني يوكرين دما يسهلوا مالو حج مالتي اوروبا ولا حنت يتاك عنبر تقاقين لهم كبل زخل ودب كم زي كونه وي اورجانيزيشن كم زي كونه اكيدو نزع عينت مزمزه نارايه ريو كم زي رايه لك كم تاني جرينلاند خوزا مزبلا دونالد ترامب سمعهم كم زي سمعوا شفا في لما زحل فزلو حج دما نزيانا يوكرين دما عزيز زسنبد مزمزه وحيت اماتم الى مالو مالتي. If he's looking to renegotiate the deal, he's got big problems. So Trump is clearly frustrated, both with Zelensky and with Putin. Maybe he was expecting to make quick progress in the talks. Clearly that's not happening. Trump's team met the Russians on the 18th of February. Both sides agreed to end the fighting. Later on, Trump secured 2 partial ceasefires. The first one was on energy infrastructure, which both sides have violated. Russia and Ukraine, they violated this one. And the second one is in the Black Sea, which was already devoid of any military action. So both these ceasefires were largely symbolic. They lacked a roadmap to settle this conflict once and for all. تيم دونالد ترامب كمان مع مسناي زيلينسكي مسناي بوتين كمان مسناي زيلينسكي تراقبهم درجة almost نبغى وارح تسجعله نزم مقراء سوصل قبروه كابز فتنو لعل انت حتنقبلو ملو مقراء سوصل قبري كالون ولا نتا فرق مقراء سوصل زبلواون كصدقواي كالون سلازي دونالد ترامب حرق عنا تكابي كم زبقسلون تقطع كابي كم زبتزلون ردو يمزولو زلو يقداس بعقلي كبتصح زغل زغداي زي دما زبلو كيلا تدمالو عقل تغير تراي كبتصح زغل جن عقل دما دونالد ترامب تا كومبيتنس ناتو يكونتن عقل زلو سبا يكونن سلازي عقل زي برزلو مخنيات دما نز غداي زي زازيمو نابت كال غداي كسغري دل سلازلو بوتين دما اكزاكتلي فليت وصلو زلو بسنع منع ديل وديو ني اجندا ناي دونالد ترامب كسالت وي ونعو بوتين ابكالا جندون كخيد نخفك منتان اكمو صوتا قدام وي كساتف دلي يلن سلازي كما يجير كان زكونتات زي مزازمت قبرلو كبيد بده هون كم زخونه نردا لنا مالتي it's going to be a tricky question نابي كابز نابي قصم خدو مخانم again تديل اب حدا سنكف بصحي كم زلو مغنزاب يدلي. And it's not a good look for President Trump. He takes a lot of pride in his negotiating skills. In fact, his book is called The Art of the Deal. But right now he's on the receiving end. Of what? A negotiating masterclass by Vladimir Putin. Let's take a look at the last 2 months. The Russian president made 2 crucial moves in this time. 1, he forced Trump to reveal his hand, and 2, he played for time. Putin was among the first leaders to Donald Trump تعننت ناتو بفلاي عمنتاي سمركوستيا ديل ميكر كم الديل كقبر زغل كله زلو مراحي على اللي كله دما مصحف صحيفي تا مصحف ناتو The Art of Deal
the art of the deal يا تبل كمزي deal maker real estate أو real estate سلسات بزنبرة بزوح deal تقبر زنبرة لذي حدا كابت زخور على كله تلو deal جباري كجبر زخل عبيت سجمات كفتح زخل كوينين نفس زوسته but كابون اللي علي deal maker نوحت مكروزلو ناي جزاوتنا بالاسون ده يكونه مس هجراتن مس بوليتيكان عبت مكروزلو ناي سليا على فز أو ناي سليا زنبرة بوتين لدونالد ترامب كم يجير خمسة عطل تصبغ يرو ماني بلاي جيرو هذا exactly دونالد ترامب أبي دون تاي كم زلوا غلو نتحبوا كاردناتو بقلت كم زارة بجيرو لذي دونالد ترامب كل تناتو leverage وين تناتو كاردتات عريون بوتين دم تصبغ يرو سلزرايو تجي كل تكاردات أبي بوتين يزلوا ني يوكرين كل نجار ستدليو نجار كجبرو خمس خونمس نجارو بعد تجبرالو دو بوتين نتنس تقولي وزلو نخركب كدنا وياك خلالو نتدين لذي عند حري دونالد ترامب كسالت كوينو مليسو نتي دليتات ناي بوتين كسالت خلالو تزي اللي بوتين تعقص قبر خليو هاي دي لا يقبرني يبلي يلنجن اسيلو كم زقبرو زلو ويون تحسبلون غزي قوست كم زخون يبلالو غزينا وسد خلو دما ابت بايتاناي كوينات دما صبللتنت يرلو لذي نحادا ديل من زيادة بزقلت في دليو من كب زيادة desperately دليو يمزبلو أبحادا دوكان كيت كاخد جزء كيت كلا نتا نبرت كت جزء مخان كان تفليتو ما يقول للكانيو ترجمني تزي كت جزء عند هذا لقاء discount دم أخبار الكات هذا لقاء كت جزء هم دليت كم زل كاجن كسع كندو تحويخ كحج خد جزء مدب كم زي بالكان تنجير كايم يوم وقول للكاس وقول زي أبتي discussions اللي وين برا بالسوبر ماركتات واقعة تكعز اللي بزعبة واقع مساحة ديسكاس قبرية لنا بسويسرلاند اتليستي واقوت تكعز اللي بزعبة واقع وردوا ليز بحالنا قرية أبتغالقن واقع قولوا لي مكينة ديو كالخد جزء خلهاقن كم عين تاكتيك كعوتا كازو خليو سلازي أبيك تيكت أبيك كبر زبالنا قرية جزء خلها دي المقبار انترست خمزي بالكاخين أكتف قبرها لك على انترست زي بالكاخين خزارة بخاي كولونيوم دليز لكاجن حج نخد جزاء هواه كم زي بالكان تغيير كاجن من البات نساتهم نخرج بخا خبلو واقع حق دلو خوليوم. Congratulate Trump last year. He also spoke on the phone to Trump and readily agreed to end the war in Ukraine. Putin agreed, and the result was this: Putin put the ball in Zelensky's court. After that, it was all about waiting. When Zelensky refused to talk, Trump piled the pressure on him, and in the process, he also revealed his hand. Trump ruled out NATO membership for Ukraine. He briefly cut off military aid to Ukraine, and he called Zelensky a dictator. And then he openly admitted that Russia has all the cards. It must have been music to Putin's ears because it revealed Trump's limits and red lines. So that is the first move. Putin forced Trump to reveal his hand. Now to the second move. You cannot just randomly talk about peace. You must back it up with actions. In Putin's case, he came up with symbolic actions. First the energy truce, then the Black Sea truce. Both gave the impression of progress, though in reality they meant very little. They bought more time for Russian troops on the battlefield. And last week, Putin made that clear. He says Russia has claimed the initiative along the entire front line, and he plans to finish off Ukraine. What is happening today? بعفشا دونالد فلاديمير بوتين ماسترفولي يتصاوتوا لهم زلون التجيم كله تزقبروا مجمريا زلنسكي أوروبا نيوزة السلام أبيهم سلزنبرو بوتين أبزخون جزيب زقل تفك جمر كم زغل مس بوتين بمقبار مس دونالد ترامب بمقبار دونالد ترامب أبقول له غيره دونالد ترامب أنصار يوكرين برتو سقوم تنزربان كم زقبر أنصار أوروبا هم زخيل جيرو الذي شعور زلنسكي إيدو تقوي حرايم سبلو دما نو أنا زدلي خاكم يكونن كخبل جميرو الذي بيلا غيره يتعوتلون كم زلو بوتين يوم تزاربو زدما أبي خاطريو زيادة أبتم إليتنا أوروبا درجة شركهم كدربيهم زدلي بتنايا زلنسكوس قبروزلو اسكاب زيان نسمع بزعبة دونالد ترامب كزارة بخلو. Trump revealed that he's very angry after President Putin criticized the credibility of Ukraine's President Volodymyr Zelensky. He also threatened to impose 50% tariffs on countries buying Russian oil if Putin didn't agree to a ceasefire deal. Let's get a reaction. Former US National Security Advisor to to President Trump in his first time, John Bolton is with us. A very good morning to you, Ambassador. Thanks so much for joining us. Good morning. Glad to be with you. زعجز انترفيوز قبرزلو جون بولتون بحال دونالد ترامب أب حدا أبتك قدامي محدار ناتو ناشنال سكيورتي أدفايزر ناتو زنبري يسمعوها أمو
بزعبة دونالد ترامب. Great to see you here in person in particular. So was this a significant change in tone from the president overnight to be as overtly critical of the Russian president as he has been, I guess, in past of the Ukrainian president? Well, it's a blip, certainly. I've seen reports that attributed to the fact that earlier that day he had played golf with Finland's President Stubbs, who had given him a report of from the European perspective of how the negotiations were going. But after the clip you just played, Trump speaking to another media outlet said he really believes Putin wants peace. This is just Trump responding as he responds to most things, ad hoc, episodic, not thinking about what comes next. He said 50% tariffs on Russian oil. Tomorrow he could say 100. The day after that, no tariffs. So overall, stepping back from it in the last month or two, do you think عبش أنت يزبل زلو دونالد ترامب زبو زلو أنا بحكي تقط عيدا خوني بللو دونالد ترامب حسيبوا سوي لزر زخيد مراحي كوناني دونالد ترامب زبو مجلسي أكد مت مجلس مسمى تراخي بنيرو ترايخ خطبل دلا كايل تلد فلتيس سلازي دونالد ترامب كل تسقبرو نجارات ولا وند زربا حسيبوا أستوعيلو تلواناتو انتاي خوني قليلو زربا يكونن أبتا كنتات مس حدث بستزاربه استسمعون عوي صحف وين عوي زارب الجزء انتايو نتوم بلحت مرحتي زبلت عدلي زخفت لهم سلامتاي بعد بوتين انتاي كزاربه انتاي كبليهم استوعي لهم اب كما كنتات بخمي زاربو لتنقيقهم زخد سباتيهم كم دونالد ترامب دسبلو دزارب تقوينو جي بزو حبريتاي زبو امريكا استراتيجي انتايو انت خد قبري انتايو نيكست موف ناي امريكا انتاي كون كم زغل اغادي ما مصبو غيرهم مسو زخيد من قد خبري خوليهم لذي نتوم كيلاتات نايتي كونتات عدلي زبهم زلو دونالد ترامب معناته حدا قصالي انترفيو قبر قصالي ريتوتات يصحف قصالا دتسمعوا يصحف لذي بزو حبريتات توصتل غالما بفلاي ام نيغوسيشنز نتي مزاتي تقا بزو عدلي خاطو بدلها معناته انت تدلينا بيغسكا تقيد علامه انت قدامنتك كل تنغرن انتلها كارتات كخولي ريو سلازلو نتوز دليو زلنا مركب كابناتك زرقه استراتيجي خدقامي معناته حبريتا سلازلو بزعبقه ስለዚህ دونالد ترامب زغبرو زلو مبزحتو انصار ربحو مخانو ወይ ውን አንጻር ረብሓና ዩክሬን مخانو ይዝነገር I think there's method behind the madness. It's a phrase we've used a lot as it relates to his dealing with Ukraine, Russia, or not. No, look, he doesn't do strategy. He doesn't have a philosophy. He doesn't really do policy the way we conventionally understand that term. What he wants is to put the Ukraine war behind him. He said repeatedly that during the campaign last year, it never would have occurred had he been president. And a few weeks ago, Vladimir Putin agreed with that, which is the beginning of the manipulation campaign to show just how smart Trump is. And he wants it behind him so he can do other things like raise tariffs and cause economic disruption. I mean, you know better than most that in all بعفشا of course متصالت تصلي يوم دونالد ترامب زي جون بولتون بتعمي يوم تسالو جنتاي زبل زلو إذا سبزي بقربات فلتي 5 خسارة سلزنا بري كما يستايل ناتو نايتي ناي نيغوسيشن كلت ناتو عبي ديل ميكر نيغوشيتر مخانوني زفلت لذي كليلوس دونالد ترامب بزح بوليسي فيلوزوفي استراتيجي زلو سبا يكوننيلو just أبقد نودس أنها إن تزاربنا رجعت أنزخ هي سبيله لذي كم عينت فيلوزوفي استراتيجي قال ملك كم تنبور نحن ناخذ الزخي سبس لذي كونه كم بعال بوتين سبوا جرام يمسأتوا لزلويلو بوتين أقدموا نت دونالد ترامب زدليو كله نعيز بالزليلو دونالد ترامب بس كوينات زي أنا تزنا برا بسلطان أما يجمرني زبل بوتين ده ما مسقينه كم يزبل دونالد ترامب سلازي نبرز جمرة كويناتيو جها دونالد ترامب تطو قبله زغل ما راح نطلو ستر عي سلازي بلو نتيجة قناتو نام الجبه بلا غيرو تتعوتو لزغل ما راح نطلو ماني بوتينيو سلازي ازو معراباوي إليت نا أمريكا يخون أوروبا كتصلو اليوم زدليو ونيات بوتين دونالد ترامب بلا غيرو يتقامل له سلازي بلو يا هيسون كاب دونالد ترامب للعلي بلحتينا سلازي بلو اتساقم every time نتناي دونالد ترامب بقعت كناس كفتن غلو مم مليسوم يمكا صلاة يوم أبو دونالد ترامب عن صارهم كم زخيز قبروا زلوا دونالد ترامب أب عالم سمارتست تسمى خاني دفل نفسه نسب كتعرف كل دونالد ترامب لو اي كيو يزبل ما معلسي حنقولوا ده يسرح وينزحتوا الأتحساس بزلوا ما بالي تعرف سلزينا نفسه بتعمي بل حساب كم زخوني غير يتوزع فزي أبتنا تبلحي دبل تشيكس قبر سبوي ونعوكا قناة زفتن تبقى خونا يكلني تنا أوروبا اللي توريدهم زلوا سقم لما أبت زحلف ترمناتو استبيتيو يلوم السبزين عقوس لزنبريو. To get to a peace deal, there's going to have to be something that President Putin can frame as a win for himself
domestically. I mean, is a lot of that strategically why we hear what we hear from President Trump, from Steve Witkoff, from others? And is there sensibility behind that, or do you disagree with that approach? Yeah, I do disagree with that. Witkoff knows nothing. In fact, he's more of a propaganda vehicle for Putin than anything else, conveying, for example, Putin's line that Ukrainians inside Kursk province were completely surrounded, which turns out not to have been true. But that's what Putin told Witkoff. Witkoff told that to Trump, and Trump then said it publicly. I think Putin has already received enormous concessions from Trump, conceding that the U.S. is not pushing for full restoration of Ukrainian sovereignty and territorial integrity, no NATO membership, no NATO security guarantees, in effect, no U.S. security guarantees. What Putin has to be careful of is not pushing Trump too far, that he jeopardizes those concessions. But I think Putin believes he can get more concessions, particularly regarding NATO itself. Is President Trump, and I guess عافية أنت يبزول زلو دونالد ترامب بزح إن بوتين زح قصنا بتاعتي بخمس زلو already كبو زي قبوز نبرة ويون أبتي real negotiations بزح نقرات كركب قبوز نبرة بوتين بزح نقرات بزح بتاعتي بو خمس زلون من الباس بوتين جن أمانة هتنقع كم زلون أمانة بوش تغير ودونالد ترامب زمن مراحي ويون كم زي كتبلت غلا يكون complete لخدمت أنزقل سبي سلزي too much pushing كالت أجمع كفتر كم زغل إن عند رجالنا but delicate زخونة negotiations إكايد كم زلوا كل زكونتات نريو زلنا نتينا أوروبا مدرخ أب كم يكونتات قدي فوق مالو سنه لك كريكم يا مهنياتو أوروبا نبعلو أكم يدرجة ودي قلوب سنكز زجبر زلوا كايدا بسنكز زوس زلوا سقمتي نبي قصهم يخدلوا أوروبا أنتي تمرجون Take on this change in tone from the US president. Good morning, Sally. Well, it certainly is. Yes, certainly is a change in the rhetoric from Trump. It wasn't the harshest criticism he's ever issued. This is a man who refers to Canada as a 51st state, so he was still quite guarded in his comments. But nevertheless, it was definitely a change down from his usual quite deferential tone towards Vladimir Putin. And I think it suggests he knows that his current strategy toward the peace process is not working, and he's in danger of looking foolish. Trump has approached this issue from the beginning by offering a lot of concessions to the Russians, putting pressure. بعافشة زي معربة وعالم حنتي تسفى بيرولا زلونت بنتايا مسيلكم تانت بتيا منالبات أمم دونالد ترامب بوتين زلو زندنا كبت تخلص غل عدل تتفتير وي كبقى سوديوم كتحرار قديوم مسوا معك سوديوم زخونا نجر كمو جاب تتفتيرو بتاع استفترت جاب بوتين دونالد ترامب تقطعوا أبغى يوكرين كسر لفغليزية تحنتي جزء بيوازلو ويزمنا يوازلو نزيات رأيهم سرحو زلو قال ريل استراتيجي أمريكا نمملاس أبقولنا من مقبار كقبرو زخوني يقول ميلاوي تباب زحسبو زلو زتراهي لنكساج so it's a question انتايا مجتي كتصبيو من هالبعضات فتيرة زلا نقع بوغي رادة تقصل تخول كما يجيرنا كنك فحان نخل From the Ukrainians, and that got him to the point where 3 weeks ago Ukraine agreed to an unconditional ceasefire. But ever since, all we've seen from Putin really is his stalling tactics, playing for time, and demands for additional conditions, further concessions. And now, of course, the most recent comments from Putin on Friday, which appeared to question the entire notion of having an agreement with Zelensky and questioning whether Zelensky was a legitimate president and whether. Okay. هجي اتي حتى زلو امانغو يوكرين راشيان زلو كن رخلنا نابي اوروبا شفت نكبر بعبي اوروبا خنتاي كنتا تريدوا مالو. You treat us very, very unfairly, very badly. We have to rely on our own defense industrial base. We cannot buy American products when it comes to defense because, you know, there is a string attached. There is a double key. Zanny Mitten-Beddoes is editor-in-chief of the United States and the inauguration. Sometimes we زلو بحفشة أمريكا أوروبا أب أمريكا تسجع منك خدو زخدو وزن برمان قدي كله كم متشو كم زي كون عبزي وانزي أمريكا خط المام كم تخل كم زي كونسي كتدفعهم كم تخل مثل عمل مقدافن حرارة سنديو بقول طبعا بخالون كتداخمهم كم تخل ترديو مالو سلازي بستخالنا مثلا كاب أمريكا لولا ونتنا كان الرقاقص علينا زبل دمسي جينا ترقاقص يكون قد زبل دمسي نابرتع ناولحه نحيي لي متصالو زي كنا منتاي توم مرحتنا أوروبا أب جبري كتكبر ويقولوا كلا أرسيجن
እዚያ ስምዕዋ ስካ ብሉምበርግ ዝነበረት ሓንቲ ጽብቕቲ ዝኾነት ሓበሬታ And I'm struck at how relatively little I think people here are focused on just how dramatically the perception of the US, actually around the world, but particularly in Europe, has changed. But what's happened in the last few weeks has really shocked Europeans, because they have realized that a significant element of this administration is outright hostile to Europe. Doesn't like Europe, particularly the European Union as a concept. One shouldn't exaggerate too much from sort of individual moments of theatre, because this is an administration that loves moments of theatre. But nonetheless, that dressing down of President Zelensky in the Oval Office had a visceral reaction in Europe, because it was watched by, everyone I met had watched it, even people who aren't usually interested in current affairs, and everyone had just been shocked at the... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዘረብዎ ዘለዉ ኣመና ሰንቢዶም ከም ዘለውን ተቐይሞም ከም ዘለውን ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ጄዲ ቫንስን ኣብ ልዕሊ ዘለንስኪ ዝገበርዎ መንፀባረቐ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎም ርድኢት እዩ ብዓብዩ ግን ዝዓበየ ክፋል ናይዚ ዶናልድ ትራምፕ ቲም ኣብ ኤውሮጳ ፅቡቕ ስእሊ ከም ዘይብሉን ፅቡቕ መረዳእታ ከም ዘይብሉን እዚ ኻ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ በይኑ ይፀልአና ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ካብኡ ዝገዱ ከም ዘለውን እቲ ኤሊት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ቀስ ብቐስ ካብቲ ናይ ኤውሮጳ ኣተሓሳስባ ዝተኣልየ ምዃኑን ምእላዩ ድማ ንግዚኡ ዘይኮነሲ ኤውሮጳ ከምቲ ናቶም መልክዕ የማናይ ክንፊ ስልጣን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ከምኦም ዓይነት የማናይ ክንፊ ስልጣን ተቆፃፂሩ ጥራይ ምስ ኤውሮጳ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተደየለ ምስ ኤውሮጳ ክሰርሑ እውን ሸውሃት ከም ዘይብሎም ዘርኢ ኣብ ነዊሕ እውን ከምኡ ዘርኢ ምልክት ይርዩ ስለ ዘሎ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ከምዚ ካብ መንደቕ ካብ ሓደ ላዕሊ ዝወረደ ካብ ገረብ ዝወደቐ ገለዲ ዝሃርመካ ዘሎ ዘይተፀበኻዮ ከምኡ ኮይንዎም ዘሎ ክፅበይዎ እኮ ነይሮም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብኣፉ 10 ግዜ ነጊርዎም እዩ ግን ኣገይ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ ተኮይኑ ክርድኦ ይክእልኒ እዩ ኤውሮጳ ደቂሶም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እምበር እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑ ክንደይ ክኢላታት ክንደይ መፅሓፍ ተፃሒፉሎም እዩ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይገበሩ ግን ደቂሶም ዘለዎ እናኸዱ ከለዉ ስሊፕ ዎኪንግ ይብሉ እዚ እናኸድካ ከለኻ ግን ደቂስ ሓንጎልካ ደቂሱ እንተሎ ማለት እዩ treatment of this man, this brave man, speaking in his third language by the President of the United States. And those two were some powerful examples of, I think, a recognition in Europe that actually maybe the United States is not a country that Europe can rely on. And the country that created the North Atlantic, the NATO agreement, the country that built the post-war order, the country of the United States that's always been the backbone of this post-war system, I think Europeans have just been really shocked. And of course things can change. And of course there can be a change in the relationship with Ukraine and all of those things. But even if things now go to a more conventional place, Europe has been shocked, and shocked such that I think every single politician in Europe is having to think about, can we rely on the United States? ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እቲ ናብ ዩክሬን ዝተገበረ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ እቲ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ዝኽተሎ ዘሎ ንኤውሮጳውያን ንነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ወይ ንዝበዝሒ ፖለቲከኛ ኣብ ኮር ኣብቲ ዝስምዖ ቦታ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዕና ክንከይድ ንኽእል ዶ ገለ ዝብሉ ግላዊ ረብሓ ዘለዎ ምስ ኣሜሪካ ነታ ዘላ ብኮ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ዝብሉ መራሕቲ ተዘይኮይኖም ኤውሮጳ ከም ኤውሮጳ ኣሜሪካ ዘተኣማምን ፓርትነር ከም ዘይኮነ በሪሂሎም ኣሎ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ ናትካ ድማ ክትጉሕፈካ ትኽእል ሃገር ምዃና እዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ህያው ኣብነት እዩ ንዩክሬን ደፋፊኦም ኣብዚ ኩናት ኢትዮማ ዋዕዋዕ ምስ በለት ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ ድማ ገዲፎማ ክኸዱ ናብ ካልኦም ክኸዱ ይህወኹ ከም ዘለዉ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ዕጫ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ካልእ ኤውሮጳዊ ሃገር ከጋጥሞ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤውሮጳ እንታይ ምርጫ ኣለዎ እቲ ዝቐለለ ምርጫ ምስ ራሽያ ጎረቤቶም ሰላም ክገብሩ እዩ ዝግባእ እሱ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ካብ ሰላም ስለ ዝረሓቑ ትዕቢት ስለ ዘሎ እቲ ካልኣይ ምርጫ ዝበለፀ ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ምስ ራሽያ ዝመጣጠን ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሃንፅ ኣለካ ነዚ ክንገብር ኢና ኢሎም መዓት ገንዘብ ሰልዮም ኣሎ ገንዘብን ናብ ተግባረ ጌርካ ኣፅዋር ምዕቡል ተወዳዳሪ ኣፅዋር ንኸተፍርግን ግዜ ይሓትት እንተተኻይሉ ይኸማ ምክንያቱ ኢትስ ኢኖቬሽን ኩሉ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ማለት ኣይኮን እቲ ኣፅዋር ዝፈሪ ዘሎ ብዙሕ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ስለዚ ንዕኡ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ዝመስል ክትፈጥር ዲኻ ገለ It's going to take time and ሚት ክገብረ ኢልካ ትመክሓል ነገር ኣይኮን ስለዚ ኤውሮጳ ኣብ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዎ ብፍላይ እቲ ናይ ወታደራዊ ኦፕሽን ድማ ብዝሰፍሐ መንገዲ ይዝረበሉ ከም ዘሎ እስከዚያ ንስማዕ ክምለሳ እዚያ ሪፖርት Right now, Europe has some 400 nuclear warheads deployed, ready to be used on a fairly short notice. Russia, on the other hand, has approximately 2,500 warheads it can use on a short notice. If the US ends up largely pulling out of any
بحفشة بزعبا كوينات كزرب كله أوروبا إنجليزن فرنسان نيكولاراوي أسوار كم زلوان حساب 400 زخون نيكولير دماريد كتقوموا لزخول لهم أمريكا راشا جن 5-6 سناتو ريد اللي كتقوموا تخل ريد وقين زول لهم تتغلال قطر ده يكون peacekeeping deal in Ukraine, and if Europe is largely left by itself to deal with Russia, the difference in nuclear strength might be a card that Russia will play often as a means of deterrence. There has already been talk of increasing nuclear arsenals in Europe, with even some non-nuclear countries gaining nuke weapons. This video will go more in depth, exploring all major options. جين تايو تي أوروبا بينون تتريفو أنت الراشا كونت خينو زاكل عقمية بلون أتليست أبت نيكولار دي ترونس بلو ناي نيكولار قبل مالسين غتب عقم زلا كمالتيو سازي أوروبا مس راشا كفراره كتنقو دايم زخولن بر حجب زلو أكامنا وتهدراو عقمي بزي أمريكا أوروبا كلها تمتعكبة من راشا كلوانيا. This is the mathematical point of بقصرتاتن باسوارن بزلو حج كالكوليت غيركا أوروبا بملو مالتيو كل عاد إنجليز حاوي سيز ولكم زلو ني راشا كخلوا يكلون يوم أبعادو كينا مس راشا كولا درزخل وتهدروا عامية باللوم سلزي جزية وسيلهم كسرحوا كخلوا لهم عابس راح دما نورمال سراح يكون عابس راح كسرحوا كخلوا لهم من هالبعدكم انتجيرهم نتزلو جاب كتس أبو بوخلو كسرحونا يكلون يوم بوزو حاسوار كأمريكا خجزو خلوا لهم برك كسرحوا يكلون يوم جدا نفرت جيتس فلويات كسرحوا قينام of course دلوا مالوا فرنسا تفريها قالوا تونا هذا زفري لو يوكي ونيفرغوني جن الكاباسيتي أمنا بزح نجارات نخت فرزو العقمي أبحث يرجزي كغير زخلاء يكون عند فابريكات هنيسكا عقمتات كتسفح عند رغينكا أبحث يرجزي خد قبل تدخل نجارة يكون تلذي وكل نيكولاراوي أسوار ناتهم كمزحوا خمسة لجلونا من بولند نيكولاراوي أسوار كاب أمريكا يلمنا له أبعد دنك خون لتناي راشا سكات نمالي مع ذاك البلد تلذي أمريكا تغلال لخد قد فوميا زبل كالكوليشن يلانجن if السن تقات إموجن then تي جلوهم option كبيت كم زخونا نخجبروا خي كأل داي كأل زبل كمان ملسية بلو. How might France and UK expand their nuke arsenals, both qualitatively and at what pace? And which other European countries are most likely to go the nuclear route, and how might they do it? Let's explore Europe's new nuclear future. هجنتايو زي وتهدراوي أكايدا ناي معراب أوروبا زي أوروبا تغلالا مستناي راشا كتريو خلقها زقبر جلو كنتات راشا كينا يوكرين مسكالو أوروبا كتواقع دليت هاللوا كنبلاي نخلينا نعوزة تنبهزو خونا نقرس لزيرانا أوروبا جن كينوتنا يوكرين زقبر جلو كال مدب كلوهم كم زغل زاري كنتات نرلنا جي أبزنتاي قبرالو بغطر سراويت كريو خلو total personnel ناي army أب أوروبا حدنت بسلسة 6 مليون سراويت كله 5 غلو army troops شو عدت 200 أسران 9 شح كم ما mobilized دلوا ما 500 شح كون خل رشا total personnel حدنت بحد مليون اللوا army troops 550 شو منتن mobilized experienced reserved ما 270 كساب كنت 250 كون غل جيب قطري of course أوروبا كبابي 450 مليون دي 500 مليون سلازخونه عصبيقو كاب راشا كبزح غلي بس لزلو بزح سراويتهم كلوا يغليقن اتي زلو وتهدراو دلونتن وتهدراوي عقمن كنريا خلناقن كوم يكون معنات راشا اب كينات زلو نتكوينات دما باكال زنبرو زلون زستماقرون زلون سفيه زغونه تمكرو ناي كوينات العيل زلو سلازغونه اتي ناي راشا عقمي أقعب زوان زي بمس أوروبا كمان كتير يدخل زك على يكونن أمريكا تحويسات تخلى أوروبا ونايك علونا له simple as that استجلو سكات زنبرم أمريكا أوروبا بمولهم حاجة جزء ونايك علونا من يوم قدف الجي أمريكا قريفاتهم كلام قد تاتاك تقبل سلز جمرت نشتيس كان اسمها يدهريو سكرين. Resort to nuclear weapons where it has an edge. When it comes to nuclear exchange, Europe is not nearly as well prepared to go head-to-head with Russia. Only the UK and France have their own nukes in Europe.
UK's nukes come in the form of submarine-launched intercontinental ballistic missiles. The UK has 4 strategic subs, one of which is always on patrol, one of which is usually in refit without missiles, and 2 of which are populated with missiles and could embark on a deployment within days or weeks. 2021 was the last year the UK reported on the number of its nuclear warheads, saying it had 225, of which 120 were actually deployed on missiles. The rest were in storage. Since then, plans were announced to increase the number of warheads to 200. So ከም ድሬ ዘለና UK ብዛዕባ ዘለዎ UK ዝጥቀመሉ ኒኩለር ኣፅዋር መብዛሕትኡ ኣብ ሰብመሪን ኮይኑ ክትኮስ ዝኽእል እዩ 4 ስትራቴጂክ ሰብመሪንስ ኣለዎም ጠቕላላ 225 ኒኩለር ዎርሄድስ ከም ዘለዎምን ካብኡ 120 ዲፕሎይድ ሚሳይልስ ኣብ ሚሳይላት ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ከም ዘለዎን እቲ ካልእ ግን ኣብ ስቶሬጅ ኮይኑ ወሪዱ ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብ ሚሳይል ከኣቱ ከሎ ክትኮስ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ በይኑ ወሪዱ ከሎ ትተኳስ ግን ሬዲ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ናይ ኩናት ቋንቋ ኣብዚ ኤሮፓ እና ነገሰይ ዝኸይ ዘሎ ኤሮፓ I don't know ድሕሪ 10 ዓመት ኤሮፓ ኣይኮነን ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ኣከመይ ደረጃ ክልኾን ክትግምት ከማን ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ clearly plan B ክልወካ ገዳም storage. Since then, plans were announced to increase the number of warheads to 260, roughly by the middle of the decade. So it's plausible that right now the UK has close to 250 warheads. The UK doesn't have ballistic missiles of its own, but gets access to the same pool of missiles the US Navy uses. So in a way, the UK leases 58 Trident missiles for multi-year periods until the missiles need to be maintained. Each submarine had deployed with 40 warheads up. UK እቲ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ሃገራት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤሮፓ ኣድላዩ ኣካል ናይ ኤሮፓ ኣይኮነን ወፂኡ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤሮፓ ገፁ ክምለስ ይደሊ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ክመፅእ ከሎ ናብኡ ክፅግዑ ይደሊ ኣለዉ ካልኣይ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፈረንሳ ዝበሃል እዩ ዝሓሸ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ከፍሪ ዝኽእል ኣፅዋር ዝበሃል ኣብ ኤሮፓ ፈረንሳ እዩ ስለዚ እዞም ክልተ ሃገራት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ኣሜሪካ ዕዉታት ኮይኖም ስለ ዝወፁ ኣፅዋር ከፍሪ ዕድል ዝተዋሃቦም ሰም እዮም ጀርመን ተሳዒሩ ስለ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ከፍሪ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም so what we see right now is ኤሮፓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ኩናት ሙድ ኣብ ናይ ኩናት ቋንቋ ኣብ ናይ ኩናት ሲስተም ወፊሩ ከም ዘለዎን ብወታደራዊ ዓቕሚ ክዳሎ ከም ዘለዎን ዓቕምናቱ ክዕቢ ከም ዘለዎን ንራሻ ኮንፍሮንት ክገብር ከም ዘለዎን ብድሕሪ መጋረጃ ግን ኣሜሪካ እውን ኣብ ገለ ፖይንት ገለ ክትገብሮም ከም ትኽእል ስግኣት ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ንኣሜሪካ ክምክት ኢና ኢልካ ግን ክዝረብ ኣይክእልኒ ክሕሰብ እውን ኣይክእልኒ ክሓስቦ ከለዉ እዮም ዝፈርሁ ግደፍ ክዛረቡ so again እቲ ዘሎ መድረኽ ሃገራት ሓይለን ክዕዝዛሉ ዝጓየያሉ ዘለዋ መድረኽ እዩ እሱ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን Here is Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator. Really only think about a world where we spend more and we have a NATO which is the same except that we spend more? Or do we need to think about having a plan B in case this really is a country that is hostile to us and that is outright bent on not having our interests at heart? And that's a really big shift for Europe. And I think that it's something that is, the upside, I hope, is that it will be one of those moments that galvanizes Europe. When you say Europe is shocked, I guess my question is shocked into action. If you're Europe, what do you do? Well, that's always the question with Europe, that you can have a lot of pearl clutching and then nothing actually happens. But I think you've seen enough already to take a view that this is different. If you look at what's happened in Germany, and Friedrich Merz, the soon-to-be Chancellor of Germany, very clearly saying it's 5 minutes to midnight, we will do everything it takes. And that's a phrase, remember, that is associated with Mario Draghi, who was, during the Euro crisis, President of the European Central Bank, and he said they would do everything that it takes to hold the euro together. The same language, Friedrich Merz very clearly signaling that Germany, which እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ኤሮፓ ክንምንታይ ሰንቢዶም ከም ዘለውን ክንምንታይ ሕማቕ ተሰሚዕዎም ከም ዘለውን ስጋት ተሰሚዕዎም ከም ዘለውን ኣብ ኣሜሪካ ክፅግዑ ሓደጋ ከም ዘለዎም እዚ ከዓ በቲ ናይ ኣብ ጀርመን ሓድሽ ቻንስለር ኮይኑ ዝተመረፀ ፍሬድሪክ ሜርስ ዝበሎ በፂሕና ዘለና ደረጃ 5 ደቂቕ ንፍርቂ ለይቲ በፂሕና ኣለና ናብዘን 5 ደቂቕ እንተሪፈናና ዘለዋ ኣብዘን 5 ደቂቕ ኩሉ ዝከኣለና whatever it takes ዝብል ጥቕሲ ኣለዎም ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ዝብል ኣረዳዳ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ንምዕባይ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኩሉ ዝነበረ ሲስተምስ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ብዝብል ተሃንዲዶም ተበጊሶም ከም ዘለውን እቲ ኤሮፓ ተሰሚዕዎም ዘሎ ሾክ ናብ ኣክሽን ክወስድ ዝኽእል ዶ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ዶ ብሕጂ እዩ ክረአ ብሓፈሻ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘቆጥዖም ኤሮፓውያን ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ክደላደሉ እዮም ኣሜሪካ ድማ ከምኡ እያ ትደሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዌል ንሕጂ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኤሮፓ ግን
صبغت تدلادلهم نيوروبا نامريكا كم زي حج جنبه بحزب ولا زلوا كجنا بحلا دليت كلهم كم زي كل جن مردات لنا أنا مالتي مثل زي بلوم يمجي is of course the biggest economy in Europe and the one that has been obsessed with its fiscal prudence and its debt break would do everything that was necessary to increase defense spending. And you've seen other countries in Europe, Poland talking about nuclear weapons. You've seen big changes, and I think this could be one of those moments where the European Commission is galvanized. They're making it easier to find resources to pay for Europa all about war is allo بزعبا كويناتن كما يركا كا كوينات دهن كما يركا تدالو كما يركا زدلي مدلاوات تقبر ابو يوم زلو اوروبا زلهم دما watch out كنتن كغلنا انا ومساهم سلازقوم ابو كنتن كغلنا بلان بناتنا ايرترا عندنا كون خل كاله مرجعاتاتون كلوكم يخلي ግን بلان بي محساب قبري بلي لهم محسابن مدلدالن اقداسنت كلو خمزغل مغنزابي دلي بلنا لو مارستاب زخودي لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار كومنت مقبار اي تقارز نابلنا ثانك يو فيري ماتش لتدخلوا تقبروا سبورت ابقى لي الرغبه